اذا كنستحضر واحد الالتزام التزمنا به مباشره بعد الانتخابات البرلمانيه في 2011 كشباب، مباشره بعد فوز السيد عزيز خنوشي بان الانتخابات الشهريه انذاك، وتعهدنا كشباب اننا غادي نلتزموا، اجتهدنا امامه في واحد الحفل اللي كان داروا في تفراوت اننا غادي نلتزموا بالعمل ديالنا وغادي نبقاو وفيين للشعار ديال الوفاء والالتزام. والحمد لله هذا الوفاء هذا الالتزام تجسد في يعني العمل ديالنا من اجل الهيكله ديال مجموعه من الهياكل، ماشي غير الشبيبه ولكن ساهمنا في الاحداث ديال الهياكل الاخرى. الثقه ديال المنسق ديالنا السيد عبد الله الغازي، الثقه اللي دار في الشباب ثقه جد كبيره وخاصه يعني يتسلط عليها الضوء، لان عطات نتيجه مهمه، عطات نتيجه ديال ان اغلبيه الجامعات كنلقاو فيها اكثر من 30% ديال الشباب، اكثر من 60% ديال رؤساء الجامعات اللي عندنا 16 جامعه شباب، وقدامنا وحاضرين معنا امثله كثيره. الشابات اللي ايضا في العنصر النسوي اللي كيتولاو مناصب جد مهمه، نائبات ديال الرئيس، كنلقاو نائبه اولى، النائبه الثانيه، رئيسات اللجان الماليه، لجان مهمه. وهنا في امل راه واحد الفريق هنا اللي سهر على التنظيم، اللي فيه عبد الرحمن حجي 25 عام نائب ديال رئيس الجامعه ديال امل، معنا حبيبه بوسين ايضا نفس السن، ناديه جنان، يعني مجموعه من الشباب، مجموعه من الامثله في البلديه ديال تفراوت، في المجلس الاقليمي، في جميع الجامعات، في رسموكا الرئيس دابا اللي انتخبتوه كمنتخبين رئيسا الجامعه الهيئه ديال المنتخبين. هذا الشيء كيدل على شي حاجه، كيدل على ان هذا الحزب راه كيوضع الثقه في الشباب، وحنا محليا راه مرتاحين جدا لهذه العلاقه اللي كاينه بين مجموعه ديال هذه الهياكل. ولكم جزيل الشكر اخواني اخواتي.